That man is doing examination, a national examination, for God's sake. Imagine the fear of doing exam and the fear of bombardment. Do you think those students, they are going to pass the examination really? Now, that boy, he posed a question to that tribal leader called Salva. The question was, why is the government sending helicopters to come and bomb us when we are doing a national examination? What did we do to the president that he has to decide to come and bomb us during this very important examination? That's the question the boy asked. Imagine if you are the president yourself and you are being asked this question. Sending helicopters to go and bomb students who are doing examination. They are not doing any criminal activities. They are not threatening any government. But this government has to send the helicopters to go and bomb them while they are doing exams, a national examination. What would you say if you are a president? Of course, your answer would be that you guys are not from the Dinka community. Because the Dinka children right now, I'm pretty sure they are doing their national examination peacefully, without interruption. But because those students, they are from Low Nuer land, government has to send helicopters to go and bomb them. This is crazy for sure. Now, ya Jama Jinubin, أنا بعرف في ناس ما بسمع روتان نوير. أنا بيتكلم بالعربي زي أنا قلت لكم في الفيديو أنا عملت قبل. قال أنا ما بعرف عربي كويس، لكن أنا بوصل الرسالة ده بالعربي. لو في حاجة أنا ما قلتها كويس معلش، لأنه أنا ما بعرف عربي. الستودنت انت شفتوا صور فيديو بتاعت الكوبتر اللي بيضربوا في ستودنتس. ناس ديل قاعدين في الامتحانات بتاعت البي 8. طبعا انتوا عارفين الناس قاعدين بامتحانات بتاع بي 8. عسى حكومة بتاع جيبو ده، حكومة بتاع سلفا كير ده، رسلوا هليكوبترز عشان يضربوا في ستودنتس اللي قاعدين في اكزامز. عسى خوف بتاع اكزامز وخوف بتاعت البومباردمنت ده. سي ناس دل بيفوز اكزام ده سي، وزول البامو الفيديو سالو سلفا كير، قال يا سلفا كير ليه انت بتضرب في ناس؟ عملنا شنو عليك؟ نحن قاعدين في امتحانات بتاع دولة وانت رسلت الكوبتر عشان بضربوا في ناس القاعدين في اكزامز. عملنا شنو عليك؟ ده يا سؤال الزول ده سالو في الفيديو ده بروتان نوير. مثلا لو انت زول بتاع حكومة ولا انت سلفا كير تقول شنو يعني لو سالوك زي ده؟ لانه ناس دل ولا بعمل ثريد لحكومة ولا يقتلوا زول من حكومة ولا عمل شنو، بس هم قاعدين في اكزامز في امتحانات بتاع دولة. لكن حكومة بتاعت الكير ده عمل شنو؟ شافوا ديل القاعدين بس يال بتاع نوير. زي أنا أقول لكم قال سلفا كير ده يال اللي هو شايفه ده زي يالو ده يال أسرته ويال دينكا. اليال بتاع الناس القبائل التانيين ما بيشوف زي يالو. عسى يال دينكا قاعدين بامتحانات ولا زول بمشي لهم
ولا زول بضرب فيهم. لكن سلفا كير شنو شايفوا ديل قاعدين في الأنوير ده، ديل بس يا النوير رسلوا الكوبتر. أسا أكون ده أكون بتاعشنو ده، أكون برسلوا الكوبتر عشان يضرب في ناس القاعدين في امتحانات. ده أكون شنو يا جماعة؟ حتى ذاته لو أنت دينكا بنفسك أنت دينكا، ناس دينكا البعرف حقيقة ده ما ده بيشوف ده غلط، ده ما صح. لأنه ديل يال هم قروا بكم شهور كده، في نهايات فيزول بيجي بيضربوا فيهم في زمن بتاع الفاينل. كلام ده ما في زول تاني بعمله في الدنيا ده إلا سلفا كير بس، والله ما في زول بعمله. حتى ذاته لو يال ده عمل حاجة قال يقعد بالاكزام ده يلا بعد عملوا حاجة تدير تعمله. أسا سلفا كير عشان دير يقتلوا ناس، أعرف يال كتير بمشي بعمل اكزام، لأن اكزام ده اكزام very important. اكزام ده اكزام very important. ما في زول بقعد في بيت، هم يال كله بمشي. يعني سلفا كير بعرف مكان داك ياو مكان كويس ده بقتلوا ناس كتير فيه، وديل كله يال ده ياو فيوشا بتاع جنوب. سلفا كير ما دير زي ده، دير يالو يكون فيوشا بتاع جنوب، مستقبل بتاع جنوب يكون يال بتاع سلفا بس اللي هو بيحبه. لكن يال بتاع ناس التانيين ما ديروا. عشان كده هو بعرف ديل بس يال نوير بنلمه كله في مكان واحد يقعد في الاكزام. ياو بعرف ده ياو مكانه